مشاهدي الأكارم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الليلة هي الليلة 24 من رمضان لعام 1443 من الهجرة النبوية الشريفة. عنوان حلقتنا هذه الليلة: كان يدارسه القرآن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. القرآن الكريم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرارا وتكرارا، ولكن حلقتنا اليوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراجع هذا القرآن ويدارسه كل ليلة مع سيدنا رئيس الملائكة روح القدس جبريل عليه السلام. هذا الملك العظيم الذي أيضا هو من يرأس تنزل الملائكة في ليلة القدر، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سنناقش في هذه الحلقة ماذا يعني قول ابن عباس كان يدارسه القرآن. هل كان المقصود به المراجعة فحسب، أم المدارسة هي أعمق من المراجعة؟ القرآن الكريم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الهداية العظمى للبشرية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكذلك مشاهدي الأكارم، القرآن الكريم بركة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وبركته أين تكمن؟ هل تكمن في مدارسته وتدبيره وتدبره أم لا؟ ثم أيضا قال ربنا تبارك وتعالى: لما قال سبحانه وتعالى: أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في آية أخرى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن الكريم في الحقيقة أعجوبة، يعني لفظه معجز، وأثره على النفس أيضا معجز وعجيب. ولذلك كان من كفار قريش من كان يستمع إلى هذا القرآن الكريم. حديثنا هذه الليلة حول بعض آيات الذكر الحكيم، كيف كان لها الأثر في تغيير المجتمعات وتغيير الناس. ولذلك أتوقع لو أن الناس استمعوا لكلام ربهم بحضور قلب لاهتدوا، لأن الله تعالى يقول: إنما يستجيب الذين يسمعون. يستجيب الذين يسمعون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن هذا القرآن له علاقة، يبدو لي والعلم عند الله أن ثمة في القلوب وسائل تواصل
مع القرآن الكريم، بما أن الله خلق خلق هذا الإنسان وخلق له قلبا، ثم جعل له قرآن وهو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، له تواصل سري مع هذا القلب. لذلك الكفار كانوا يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا يزعجون الناس ويلغون من أجل أن لا يستمع الناس القرآن الكريم. شوف كيف؟ لأنه بمجرد هناك، أنا أتوقع الله أعلم، يعني أنتم تفيدون مشايخنا، القلب يحب كلام ربه. القلب عموما، يعني قلب الكافر، قلب المؤمن، هذا القلب فيه فطرة. إذا سمع، يعني لما يقول ربنا عز وجل سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. المشرك هو أشد الناس عداوة على فكرة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الآية الكريمة. يعني وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. ليه؟ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. مشاهدينا الكرام، طولت عليهم في المقدمة، والله يا أخي كلام الحديث معكم جميل. الآن نبدأ. أولا نرحب بمشايخنا الأفاضل قبل أن يزعلوا علينا. أهلا وسهلا بالشيخين الجليلين الدائمين، رفع الله قدرهما في هذه الليالي وثقل موازينهما، الشيخ حسن سلمان والشيخ محمد عبد الله. كما أننا نشكر أيضا للكنترول، ونسأل الله تعالى أن يعظم لهم الأجر وهم من خلف الشاشات يعملون. فأهل بدر المشاهدين الأكارم غفر الله عز وجل لهم جميعا، وكان منهم الراجل الذي يمشي. الراجل ما معنى باللغة في اللغة السودانية الراجل فيكم كده يعمل لي كده وإنما الراجل الذي يمشي، يعني يأتوك رجالا برجلين. كان الراجل والراكب والقائد والمقود 313 رجلا، كلهم قائدهم ومقودهم غفر الله عز وجل لهم. هذا دليل على أن في أي منشأة من المنشآت الذي يعمل يجد لهم. شيخ حسن سلمان، نبدأ بكم. ما معنى كان يدارسه القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفتح عليه في القرآن. يا سلام. فبه تكون الهداية، وبه الرحمة، وبه البشرى، وبه التمكين، وبه يكون النور في هذه الحياة، وبه الحياة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقبل أن نأتي المدارسة، حقيقة في نقطة مهمة جدا، قضية إنه لماذا الإنسان عندما يسمع كلام الله كما تفضلت هنالك شيء يشد. أيوة، الإنسان. ما السر يا شيخ حسن؟ هذا السر بالله عليك، ما السر؟ هو أن هذا الإنسان سبحان الله مكون من أمرين. أيوة، مكون من مادة ومكون من روح. فكما أننا ما شاء الله نشتهي البرتقال والتفاح والحلويات لأنها من مادة الجسد الذي تمام نحن فيه، فنستلذ هنا الجسد ويتقوى به. جميل. هنا عندنا جانب آخر وهو الروح. القرآن من عالم الروح. أيوة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذه الروح لما تأتي لتغذي أيضا الروح تجد هنا اللذة وتجد التجاوب. فليست هنالك قضية مستغربة إلا أن يحصل سبحان الله هنالك نوع من الران نتيجة الذنوب والمعاصي وكذا هنا الإنسان. لكن مجرد سبحان الله ما القرآن يعني يدخل على الأسماع وعلى القلوب لها تأثير. ولذلك العرب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إلى في أنها سحر، كأن ذلك سحر. لماذا هذا التأثير العظيم؟ يعني حتى أبو جهل كان يشعر بأنه والله هذا الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم أمر ليس بشري، لا هو شعر ولا هو كهانة ولا هو سحر، قدر ما هو فعلا ينتسب إلى عالم الروح. هذه النقطة. النقطة الثانية موضوع المدارسة. المدارسة هي من المفاعلة. المدارسة من المفاعلة، والمفاعلة لا تكون من طرف واحد.
فنحن نقول مقاتلة إذا حصل قتال من طرفين، نقول مخاصمة إذا تخاصم طرفان، نقول مبايعة إذا تبايع شخصان، وهكذا. يعني شخصين أو أكثر، يعني شخصين أو أكثر تكون هي حالة المدارسة. بالنسبة للغة العربية مسألة المدارسة تعني القراءة والتعلم، وتعني كذلك الترويض، تعني قراءة وتعلم وترويض. إذن هي أوسع من قضية القراءة، هي أوسع من قضية القراءة العادية. القراءة العادية في القرآن الكريم يسميها قراءة ويسميها تلاوة، وأن أتلو القرآن، يعني لا تكون. وبالتالي لما نقول مدارسة هي أعمق وأوسع من إيه؟ من التلاوة، هي أوسع من التلاوة. وبالتالي إذا قلنا كان يدارسه القرآن، أول هي عملية، لأن في بعض الروايات قالت جاءت يدارسه، وفي بعض الروايات يعارضه، كأنما يتقابلان في القراءة، بغض النظر الكيفية. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القراءة لجبريل، أم أن جبريل يتلو ثم يتلو معه النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهما يتلوان معا؟ على كل هذه التفصيل لا، لكن المؤكد عندنا أنها كانت حالة إيه؟ حالة مفاعلة بين طرفين وليست بين طرف واحد. وبالتالي فيها التعليم، فيها القراءة، فيها التدبر، فيها الترويض. الترويض هنا سبحان الله كيف ينتقل الإنسان من حالة الفهم والاستيعاب إلى حالة التزكية والتطهر الداخلي، اللي هي ترويض النفس واستجابة هذه النفس لمعاني القرآن الذي استوعبته. ولذلك القرآن الكريم لما يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهنا تلاحظ أنه فيها تلاوة، فيها تزكية، فيها تعليم، كل ذلك يندرج معنا في مفهوم إيه؟ مفهوم المدارسة الذي جاء في هذا الحديث النبوي، كان يدارسه القرآن. بارك الله فيك يا شيخ حسن، يا سلام. وإن كنت أتمنى أنك لو زدتنا قليلا على تعلق القلوب بهذا القرآن، يعني نتعمق فيه بشكل أكبر. ما السر؟ هي مجرد روح وهو غذاؤها القرآن الكريم. ربما شيخ محمد عبد الله، هل عندك شيء تزيدنا في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. في حقيقة الأمر نحن كنا تطرقنا إلى مثل هذا الكلام منذ فترة قريبة. قلنا أن الذي يؤثر على الجبال فيدكها ويجعلها يعني كما وصف الله جل وعلا، لا شك أنه سيؤثر على القلوب. والحجارة مكونة يعني من شيء جامد، فما بالك بالقلب الذي أودعه الله سبحانه وتعالى مشاعر، وأودعه الله سبحانه وتعالى لحم ودم، فلا شك أنه سيتأثر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما بالك لذلك ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو كل ما به الموتى لكان هذا القرآن. نعم، لكان هذا القرآن. فبالتالي القرآن الكريم يا جماعة ليس متعلق بعملية الفهم. عملية الفهم هي مرحلة أخرى. يعني قد يكون إنسان لا يفقه في اللغة العربية شيئا، بل لا يعرف عن الإسلام شيئا، فيسمع القرآن ويتأثر. والآن يعني من فوائد الكاميرات هذه أنها الآن أصبحت تنقل لنا أناس لا يمتون للدين بصلة. يقرأ، أنا رأيت قبل أيام امرأة فاتحة على يعني قناة من القنوات، قارئ يقرأ، يمكن في دولة أخرى، والله يا جماعة جالسة تبكي ولا تفقه ما يقول. كافرة ولا مسلمة؟ كافرة تبكي بكاء مريرا من هذا الكلام الذي يعني أثر في قلبها مباشرة. فبالتالي القرآن الكريم كما قال شيخنا يعني تعلق القرآن تعلق روحي، يعني ليس بالضرورة أن الإنسان يكون متفقه في القرآن، نحن هذه مرحلة من المراحل، فلذلك هو يؤثر على الروح تأثيرا مباشرا، سواء استجاب بعد ذلك هذا الإنسان أو لم، هذه لكنه يتأثر، يشعر بأثر. صحيح. أنا أتعجب، يقولون أن الجنين
الجنين في بطن أمه يدرك صوت أبيه وصوت أمه. الجنين، والجنين مخلوق، والله عز وجل جعل بينه اتصال بينه وبين أمه اللاسلكي لمجرد فقط أن كذا. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن وخلق هذه القلوب. أكيد ثمة هناك يعني اتصال كما تفضلتم جزاكم الله خير، أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه القلوب خاشعة تقبل كلام ربها، والقصص في هذا كثيرة جدا. وكونه كلام الله يختلف أيضا أن يكون كلاما بشريا. طبعا هذه أعظم ما هنا أنه لا أنا لا أتكلم عن هذا، وكلام الله بلا شك يعلو ولا يعلى عليه. نعم. لكن أنا أقول هناك ارتباط سر بين هذا الكلام العظيم للرب سبحانه وتعالى إذا قرئ، وبين الشخص إذا الشخص من قلبه إذا استمع وهو حاضر في شيء يشده، مثل هذه الكافرة الآن اللي تبكي، تلك المرأة التي بكت أيضا عند خطبة سيد قطب رحمه الله، وأيضا المرأة الشابة الأردنية النصرانية التي حينما وصلت عند قوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان أنهم لا يستكبرون، وكذلك الطائي البروفيسور الكبير الذي كان كما يقول عن نفسه لا يصلي، فلما قرأ آية سورة الإسراء التي فيها ويزيدهم خشوعا، التي فيها قل آمنوا أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول لما قرأت هذه الآيات وتفاعلت مع وتفاعل قلبي معها، يقول والله وجدتني خارا ساجدا أبكي ويرجف جسمي رجفا ولم أكن أصلي. هكذا يقول البروفيسور الطائي، بسام الطائي أظن اسمه. شاهد أنا أريد أن أركز في هذه النقطة. سبحان الله هناك سر، وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه أن جعل هناك أمر كوني مرتبط بين البشر إلا أن يأتي البشر نفسه يقطعه. القرآن أنزله الله عز وجل يؤثر في القلوب وليؤثر في البشرية جميعا. نعم، هو معجزة. ألم تقل في البداية أنه معجز؟ القرآن معجز. نعم. ولذلك إذا تأملت يعني نحن ربما أحيانا تخوننا التجارب، لكن من سخرهم الله عز وجل التجارب أجروا تجارب. البروفيسور الياباني الذي أسلم أتى بماء، لما عرف أن القرآن له أثر أتى بماء، الماء عنده فيه جزيئات، في مجموع من الجزيئات، فقاس الجزيئات الموجودة في الماء ثم قرأوا على هذا الماء القرآن، وبعد أن قرئ القرآن على هذا الماء تضاعفت هذه الجزيئات ملايين المرات. سبحان الله. معناها أنه نحن الآن في الرقية لما تأتي بالماء وتنفث بعد ما تقرأ القرآن، لماذا هو يتأثر هذا المريض بهذا الماء؟ سبحان الله. لماذا هذا العفريت هذا يخرج وما شابه ذلك؟ يعني لأنه هناك فعلا أمور حسية. طيب الشيخ حسن سلمان، يعني نحن في شهر رمضان، شهر القرآن. هذا القرآن أول آية نزلت هي قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله. كلمات عظيمة يا أخي، كلمات عظيمة. اشرح لنا معنى هذه الآية، ثم ستشرح أيضا آخر آية نزلت وهي قوله تعالى بكتابه العزيز سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. معك الميكروفون. حياك الله. طبعا آية اقرأ فيها دلالات عظيمة، أو سورة اقرأ بشكل عام فيها دلالات عظيمة، وهو أن هذا القرآن الكريم أو هذه الرسالة المحمدية هي رسالة علم. أهم شيء أن المفتتح في هذه الرسالة اقرأ. النبي يقول ما أنا بقارئ،
ولم يكن قارئا ولم يكن كاتبا، ولكن انظر هذا القرآن إلى أي الساحات نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. وبالتالي كانت البداية بإقرأ. للأسف الشديد كما يقال الآن أمة اقرأ صارت لا تقرأ. للأسف الشديد يعني صرنا لا نقرأ ولا نتابع ولا نتدبر، وبالأخص أهملنا رسالتنا التي أنزلت إلينا والله سبحانه وتعالى لتكون لنا ذكرى، وفيه عزنا وفيه شرفنا وفيه رفعتنا، ومع ذلك الناس على كل تركت هذا الموضوع، ونعيش الآن في عالم الشقاء الصعب جدا الذي نعيش فيه والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت البداية بإقرأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث ويتعبد في غار حراء، فأتاه جبريل وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا سبحان الله يمكن للناس أن يقرؤون ويمكن للناس أن يتعلمون، كما هو الآن الحضارة المادية التي تقرأ وتقرأ بلا حدود، لكنها لا تقرأ باسم الله. يا سلام. هي تقرأ باسم الشيطان، تقرأ باسم العلم المادي، تقرأ باسم العلم الذي يقف عند ظواهر الحقائق، ظواهر الأشياء لا يقوص في عمى، بل ادارك علمهم في الآخرة. لماذا؟ لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكثير من الناس يقرؤون، لكن القرآن أراد للنبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قراءتهم بسم الله. فتقرأ أنت باسم الرب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم ربك الذي خلق، مثل قوله الرحمن. يا سلام. علم القرآن. كنت أقول لك يا شيخ حسن. خلق الإنسان علمه البيان. ولذلك سبحان الله أنا أميل إلى أن اسم الربوبية لله عز وجل هو الرحمن. يا سلام. واسم الألوهية لله عز وجل الله. فالله والرحمن هما الاسمان العظيمان لله عز وجل. الرحمن فيه الجلال والعظمة والكبرياء، والله فيه كل صفات الملك والعزة وكذا وصفات المعبود. وبالتالي سبحان الله انظر إلى قوله الرحمن علم القرآن إلى قوله تبارك اسم ربك. ختمت السورة بأي آلاء ربكما تكذبان. في النهاية قال تبارك إيه؟ تبارك هذا الاسم الذي ظللنا نتابع فيه حتى إذن تبارك اسم ربك. فاقرأ باسم ربك الذي. وما معنى تبارك؟ تبارك فيها البركة الزائدة والتنزيه لله سبحانه وتعالى. منتهى البركة. منتهى البركة. وما معنى البركة؟ البركة هو النماء والزيادة. أيوة. والخير. والماء والزيادة والخير العظيم. فنحن عندما نقول والله قرآن مبارك معناها هذا القرآن فيه خير، فيه نماء، فيه زيادة، فيه، وهذه من كل الزوايا ليس من زاوية واحدة، ولكنه كل ما تتصور من جوانب الحق والخير فأنت في زيادة معه. كلما أقبلت عليه تتفتح لك فيه أشياء. ممكن واحد فينا يختم ختمة جميل ويقول والله ما شاء الله قرأت القرآن جميل. ثم يختم الختمة الأخرى فيقول والله فتح لي فيها أشياء ثم يختم الثالثة بلا شك. عشان كده علي بن أبي طالب قال لا تنقضي عجائبه بلا شك. إذا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. بدأ سبحان الله القرآن الكريم في قضية إيه؟ خلق الإنسان والالتفات إلى هذا الأمر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. انظر إلى هذا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقراءة بسم الله هذه التي نفتقدها. ولذلك المسلم في حياته كلها الآن يبدأ بإيش؟ بسم الله. تقرأ بسم الله، تتحرك بسم الله، تركب دابتك بسم الله، تدخل بيت الخلاء بسم الله. فأنت حياتك كلها مرتبطة. فتنزل عليك الرحمات وتتنزل عليك الخير والبركات. نعم. مشاهدي الأكارم، استمتعنا بهذا التأويل والتفسير الجميل. فاصل ثم نعود إليكم.
رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. استمعنا إلى تفسير طيب مبارك في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن الشيخ محمد عبد الله يشرح لنا معنى آخر آية نزلت في كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الميكروفون مع الشيخ محمد عبد الله. مما لا شك فيه أن الله جل وعلا حينما خلق الإنسان وسخر له الكون كله وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين ووضح وجل وهديناه النجدين، إما شاكرا في الآية الأخرى إما شاكرا وإما كفورا. بعد هذا التوضيح وهذا العمر الذي خاضه الإنسان في حياته، سيأتي إلى نقطة هي تسمى نقطة النهاية. كما أننا الآن في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. بداية الخلق اعلم أن هناك نهاية الخلق، سواء على المستوى الخاص بموت الإنسان بحد ذاته أو بنهاية هذا الكون يوم القيامة. فقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما، واتق يوما أنت، واتق يوما أنت، واتق يوما أنا، وهكذا وأنت وهي وهو أي إنسان. واتقوا يوما، هذا اليوم هو اليوم الختامي، يوم النهاية. طيب ماذا نتقي؟ ترجعون فيه إلى الله. هذا اليوم الذي سترجعون فيه إلى الله، كنتم في دار العمل، ستنتقلون إلى دار الحساب. في إشارة إلى البعث والنشور. نعم. ولذلك إما علي أو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فستنتقلون من مرحلة العمل
إلى مرحلة الحساب. لذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أنتم الآن في الوقت المتاح. التقوى هذه هي أن تستعدوا لهذا اليوم، فأعدوا لكل سؤال جوابا ولكل جواب صوابا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله حيث سيحاسبكم، وإذا حاسبكم إما إلى الجنة وإما والعياذ بالله إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. توفى، العبارة عبارة في غاية الدقة. سيوفينا الله سبحانه وتعالى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء. وهي بنفس المعنى بس بأسلوب مختلف. سبحان الله. لذلك الله جل وعلا يعني لا يوجد ظلم يوم القيامة سبحانه وتعالى أبدا. لا يظلم أحد. الله جل وعلا بل يتفضل علينا بمنن عظيمة. تخيل أن بعد هذا كله ربما أن الله جل وعلا لعمل صغير عملته يعفو عنك سبحانه وتعالى. لا ظلم ولا هضم. سبحان الله. فلذلك الله جل جلاله ينبهنا أن نستعد لهذا اليوم. ما معنى ثم توفى كل نفس ما كسبت؟ ما معنى ما كسبت؟ ما كسبت من خير وما كسبت من شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والعياذ بالله. فلذلك الآية هذه إذن أعمال العباد يعني محصاة يحصيها الله عز وجل. أحصاه الله ونسوه. أنا أتعجب الهاتف كيف يحصي كلمات الإنسان بالدقيقة والثانية، وتأتيك فاتورة تكلمت في ساعة كذا في يوم كذا في ساعة كذا في يوم كذا، أكثر من 1000 كلمة مسجلة عليه. سبحان الله. ولله المثل. وهذا ربما يختلط، لكن عند الله سبحانه وتعالى ما يخفى عليه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. فالحسن هذه الآية الكريمة يعني هو يشرح الشيخ محمد عبد الله تبين لي أمر. قال تعالى في آخر آية من كتابه العزيز: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا، قضية التقوى عجيب أمرها. يعني انظر في بداية القرآن، في بداية آيات أحكام الصيام قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي بداية سورة البقرة قال: هدى للمتقين. وهنا يقول: واتقوا يوما. الذي يظهر لي والعلم عند الله يا شيخ حسن، معنى التقوى لا أظن هي مجرد امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، أو أنها يعني تجعل بينك وبين الله وقاية. لا، أنا أعتقد يا شيخ حسن المعنى أعمق من ذلك. التقوى والعلم عند الله هي تعظيم الرب سبحانه وتعالى. يعني لما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم يعني تعظمون ربكم. وفي سورة المؤمنون وفي سورة الأنبياء، في سورة المؤمنون قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. في المؤمنون قال: وأنا ربكم فاعبدون. والعبادة هي تعظيم لله عز وجل. أعتقد والله أعلم صحيح يا شيخ حسن أن المقصود ببناء التقوى في الإنسان أي أنه يعظم ربه تبارك وتعالى. فإذا عظم الله في قلبه أطاعه مهما كانت الأوامر صعبة، ونفذ أوامر الله وابتعد عن نواهيه لأنه يخاف. ولذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ما رأيك في هذا الجمع؟ الله يعينك يا شيخ حسن. لا اطرى بعد عروس كما قيل. لا والله احنا بنتدارس القرآن. هو كما تفضلت يعني بنتدارس القرآن. تقوى الله تبدأ من العلم به وخشيته، هذه التقوى.
ثم ينتج عنها الحذر. أيوة. ويحذركم الله نفسه. الله عز وجل وليعلمك بذاته وأسمائه وصفاته وأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت، ثم يبين لك أيضا مصلحتك، ثم يبين لك الطرق الطيبة والطرق الشريرة، يقول لك هذا الطريق جيد وهذا الطريق كذا، هذا إن سلكته لك تحفيز الجنة، وهذا إن سلكته أيضا هنالك مهددات وهي النار. وبالتالي تنبع القضية كما تفضلت وما قدر الله حق قدره. سلام. فإذا كان الإنسان عظم الله وأحدثت فيه مسألة معرفة الله، أورثته الحب وأورثته الخشية. أيوة. وأورثته الرجاء والخوف. هذه القضايا كلها تأتي من أنك عرفت الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا عرفت الله خشيت الله، إذا عرفت الله أحببت الله، إذا عرفت الله أطعته. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. فكما تفضلت، مسألة التقوى هي ابتداء تبدأ فعلا من معرفة الله، ثم تنعكس بعد ذلك في حياة الناس، أن من يتقي الله عز وجل تظهر آثاره في الحياة، فهو لا يعتدي على الناس ولا يظلم الناس ولا يسرق أموالهم ولا ينتهك أعراضهم. هذه كلها عبارة عن انعكاسات وتسمى تقوى. ثم القرآن الكريم سبحان الله يتكلم عن تقوى الله وتقوى النار. يعني كيف أنك معناه هنا لا نستطيع أن نقول إنه والله إلا أنها أثر. واتقوا النار في سورة آل عمران. طيب إيش اتقوا النار؟ نحن مؤمنين أن نتقي الله وأن نخشى الله، لكن يقول لك احذر ناري. فأنت لو اتقيت الله وعرفته وبأسمائه وصفاته وعظمت الله، حتما ستخاف من ناره. خاف من هذه النار، لأن هذه ناره جل جلاله، هذه رحمتي أنعم بها على من أشاء، وهذه عذابي. ولذلك سبحان الله هذه المسألة من الأشياء العظيمة جدا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس كلام جميل. لا يظلمون. أحسن، جزاك الله خير. أنا في وجهة نظري أن التقوى هذه هي على حسب درجة الإنسان من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتقي النار. شوف الآن هذه النار، أنا في وجهة نظري أنه هو يتقي يخاف النار، لم يصل بعد إلى قضية القضايا اللي ذكرتمها، حب الله وتعظيم الله، لم يصل إلى هذه الدرجة، لكنه يخاف من العقوبة، فتجد يتقي هذه النار بفعل الأوامر وترك النواهي. فإذا ثبت على هذا ربما ينتقل إلى أن يعظم من خلق هذه النار. نعم. ثم يصل درجة الإحسان، فيتقي الله سبحانه وتعالى تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذه درجة عالية. ثم يصل إلى درجة المحبة التي لا ينظر معها إلى العقوبات وما شابه ذلك، إنما محبة لله سبحانه وتعالى، حتى ليست قضية المعاصي بل حتى المكروهات تجد يتقيها محبة. ولذلك تجد أن كثير من الناس يرتكبون المكروهات لأن قضية محبة الله وتعظيم الله لم ترسخ في القلوب، فلذلك تجدهم إيش يتجرؤون على مثل هذه الأمور. أعتقد ميزان أهل السنة والجماعة أن يعبدون الله، أن يعبدوا الله عز وجل بين الرغبة والرهبة. لا، أضف إليها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هي الدرجات ثلاثة: ظالم لنفسه، لكنه أيضا هذا الظالم لنفسه في جزئية بسيطة فيها تقوى. شايف؟ مقتصد يعني بالكفاف، وسابق بالخيرات، هذا اللي وصل إلى درجة التعظيم. لكن أنا أخشى أن نأتي إلى كلام رابعة العدوية تقول لا لسه أيوة أنا لا أعبد الله طلبا لجنتي ولا خوفا من عقابه وحبه حبه. لا، هذا الحب اللدني هذا يا شيخ. هذا مفهوم خاطئ. أنا أتوقع الله عز وجل يجب أن يعظم، يجب أن يعظم، لا شك، ويحب، يعظم. ما هو العظمة؟ تقتضي الأمرين. نعم صحيح. العظمة تعظيمه، معنى تحبه وتخافه. نعم صحيح. هذا هو الذي شفت كيف؟ عبد الله بن مسعود أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن عليه، قال: أقرأ عليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فلما بلغ قوله تبارك وتعالى: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل
عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان؟ شيخ حسن. هو طبعا سبحان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء شهداء على أقوامهم، والشهيد والشاهد كلاهما مصطلحان في القرآن. الشاهد ما كانت شهادته عن علم وخبرة، فالنبي بالنسبة لنا الآن كمعاصرين لم نعاصره ولكن نحن الآن في واقعنا الحالي هو شاهد علينا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فهو شاهد بهذا العلم. لكن بالنسبة للصحابة هو شهيد، وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الذين عاصرهم. ولذلك الآية الثانية أيضا عيسى عليه السلام لما قال له الله تبارك وتعالى أأنت قلت للناس اتبعوني وأمي إلهين من دون الله اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. فالشاهد هنا أن أي رسول شهيد على أمته في لحظة حياته، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيكون شهيد على أولئك الذين بعث فيهم، هل بلغهم؟ كيف كان حالهم معه؟ هل استجابوا له؟ وسيكون السؤال، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم هو يدرك تماما حجم وعظم هذا السؤال، لأن سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وسيسأل الذين أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وبعد ذلك قال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالله تبارك وتعالى كل ذلك وهو يعلم ما كان وما يكون، وكل شيء بالنسبة له واضح، لكن إقامة الحجج على الناس، إقامة الحجج على الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا الجو، تذكر الجو العظيم، وهو رؤوف بأمته وحريص عليها. فإذا عيناه فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة التي ستكون على أمته أو ستكون منه على أمته فيها الكثير حقيقة مما يدركه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم مراميه، وخاصة منا العصاة ومنا المقصرين ومنا الكثير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا المشهد، والمشهد طبعا سيكون يوم القيامة، فبكاء النبي صلى الله عليه وسلم استحضار لهذه المعاني العظيمة والكبيرة. بارك الله فيكم يا شيخ حسن. الشيخ محمد عبد الله، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الليل كله وهو يبكي قوله تبارك وتعالى إن تعذبهم، لا ليست هذه الآية، إنما أنا عنيت آية سورة الشعراء أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سبحان الله. طبعا هذه الآيات يعني لو أننا يعني وقفنا عندها كما ينبغي وكما وقف عندها النبي عليه الصلاة والسلام، هي فعلا يعني تفتت الأكباد، كلام عظيم. أفرأيت إن متعناهم سنين بقدر ما يكون، متعناهم في أجسادهم، متعناهم في الأرض، متعناهم في صحتهم، متعناهم في أولادهم، متعناهم في أموالهم، بكل أنواع المتاع. ولكن الفارق أن هذا المتاع الذي متعهم الله عز وجل به لم يسخروه لما خلقوا له. فالندامة طبعا الإنسان في حال الحياة بعض الناس يشعر يعني يعيش حالة سكر في غفلة وفي غياب تام، ثم إذا انتهى هذا الأمر يفاجأ فإذا به أمام الأمر الواقع الذي كان عنه غافل. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. لأن الله جل وعلا كما أسلفنا أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، وكانوا في غفلة عن هذا وكانوا يعرضون. فلما وقفوا أمام الأمر الواقع وجدوا أن كل هذا الذي كانوا يوعدون به صدق وحق، ولكن بعد فوات الأوان ما ينفع، خلاص ولا تساعة مندم، خلاص ما عاد فيه. لذلك الإنسان السعيد
هو الذي يتدارك عمره قبل أن ينقضي. الله. وهنا ملحظ مهم. طبعا هذا وإن كان هذا الكلام في الكافرين، إلا أن جزء من هذه الآية يعنينا نحن كمسلمين. صحيح. بالذات الذين يعيشون في غفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. تخيل، أنا ما كنت يعني أتخيل أن إنسان مسلم سوي عاقل مدرك وفي يعني في سن الرجولة وفي سن العقل والاستيعاب، فإذا به لا يصلي ولا يصوم. صلى الله العافية والسلام. هذه كارثة عظمى. مثل هؤلاء سيواجهون بنفس المصير، نسأل الله السلام والعافية. يعني رب العالمين لما يقول ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، لأنه هذا المتاع الذي أعطانا الله عز وجل ترى ابتلاء. لذلك الله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني الآن أصحاب السلطة وأصحاب المال وأصحاب الجاه تمتعوا بسلطانهم. نعم. أيوة، تمتعوا بجاههم، تمتعوا بكل شيء، ولما أتوا عند الله عز وجل هل أغنى عنهم هذا؟ هل الأموال يعني تفديهم؟ ما أغنى عني مالي هلك. ما أغنى عني مالي، هذا بالضبط الذي كنت أريد أن أذكره. وهذه الآية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية، يعني يموت ما يقوم منها. أي نعم. ثم قال ما أغنى عني مالية أهل المال كل الأثرياء. ثم قال هلك عني سلطانية أهل السلطان، سواء كانوا هم رؤساء الدول أو حكام الدول أو مسؤولي الأمراء، جماعات أحزاب كلهم إذا لم يسخروها في طاعة الله فسوف يقولونها يوم القيامة. لذلك الصحابة ما أغنى عني مالية. لذلك الصحابة لما فقهوا هذا الأمر كان الواحد منهم يأتي بماله كله. سبحان الله. لما فقهوا هذا الأمر خليفة المسلمين وأمير المؤمنين تجده فيما يملك أقل من كل الرعية، ويتورع عن القرش حتى لا يكون يدخل عليه بالحرام. هذا الورع. لما أدركوا مثل هذه الآيات هلك عني سلطاني، إيش هاي؟ ما الذي سينفعه ماله وسلطانه إذا مثل أمام الله؟ لذلك الصحابة حينما استوعبوا هذا الأمر كانوا كما يريد الله جل وعلا. رضي الله عنه وأرضاهم. دخل عمر بن الخطاب على أبو عبيدة بن الجراح فما وجد في بيته عنده شيء، لا متاع ولا بيت فاضي، فبكى عمر وقال أين متاعك يا أبا عبيد؟ قال أرسلناه إلى الآخرة. مشاهدي الأكارم، أتقدم إليكم بالشكر الجزيل كما أتقدم بمشايخي وأساتذتي على هذه الحلقة الماتعة. والله لو تدارسنا القرآن العمر كله ما شبعنا منه. هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، به تزكو النفوس وتطهر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قلبا حيا، قلبا حيا. اللهم نسألك قلبا حيا يستمع إلى كتابك فيعمل به ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه. لا أريد أن أغلق الحلقة حقيقة، أسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير، ولكن لكل بداية نهاية إلا نعيم الجنة هو الذي ليس له نهاية. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.